هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انتي بتعصبي على ابنك دايما تقعدي تلومي نفسك بعديها وتحسي بالذنب، الفيديو ده ليكي. كملي لغايه الاخر عشان نعرف احنا ليه بنعمل كده. انا ماريا ودي قناتي ماريا وفوت المطبخ. في الاول كده قومي اتحضري معايا واعملي كوبايه شاي حلوه كده ورايقه، علشان الموضوع النهارده معانا طويل شويه. هنغسل مواعين مع بعض ونتكلم في الموضوع. دي كوبايه شاي رايقه كده بشربها وانا بعمل المواعين، بحاول اروق كده على حالي. دايما بلاقي نفسي بفكر في حاجة كده بتتكرر معايا كتير، وتقريبا هي بتتكرر معايا كل يوم. هي اللحظة اللي بتعصب فيها على ابني، وبعدها بقعد ألوم نفسي وأحس بالذنب. هما بصراحة ولادنا ساعات بيعملوا حاجات كده بتغيظ، مش بس بتغيظ، لا دي بتجنن. يعني مثلا بتبقى بتطبخي او ايدك فيها حاجة سخنة وهو يروح جاي يشدك او يشد اي حاجة من اللي موجودة في المطبخ، او مثلا ممكن يعيط علشان حاجة هي مش منطقية اصلا، او ابقى لسه مرتبه المكان يروح هو يقوم يخبط كوبايه ميه مثلا يدلقها في الارض. يعني انا مره كنت بمسح الشقه وظبطت السجاجيد وكل حاجه، وده جاي ورايا باللبن بتاعه وعمال يدلدق لي على السجاده، طول السجاده كلها عمال يدلق. واقول له بس خلاص معلش شيلها من على السجاده، ادلق في الارض، ما تدلقش على السجاده. لو خلاص انت عايز تدلق يعني وطالبه معاك ادلق، بس ما تدلقش على السجاده. مفيش. ويدلق ويبص لي في عينيا كده اللي هو ايه، اللي هو هي هتعملي ايه؟ حاجه كده اللي هي بتخلي الواحد اللي هو خلاص على اخره. او فجاه تلاقيه بيعضك او بيزعق بصوت عالي في وشك، والغريب انك بتحبيه موت، بس بتحسي في اللحظه دي انك خلاص انفجرتي مش قادره. انا ساعات بحس ان انا لو ما اتكلمتش او زعقت ان انا هعيط، وخصوصا بقى لو اليوم بقى مليان ضغط او قله نوم او تعب، مليون حاجه عايزه تتعمل، جسمك وجعك، محدش حاسس بيكي، وهو كائن صغير بس ساعات بيبقى سبب في انهيار عصبي. وهنا بقى بتيجي اللحظه اللي تبصيله في عينه، اللي هو ما تزعلش، تلاقيه تاخد كده او بصلك بصه بعينه الصغننه دي، هو مش فاهم، وتحس انك خنقتيه من غير ما تقصدي، وتقعدي بقى تقولي له معلش يا حبيبي انا كنت متضايقه، ماما بتحبك. وساعات بيسامحك وساعات بيبصلك بدمعه صغيره كده تكسر قلبك. انا مؤمنه بحاجه، ان الطفل ساعات بيختبرنا بس هو مش قاصد، بيغيظنا وهو لسه بيتعلم الدنيا. هو بيعمل كده مع امه لان هو عارف ان هي الامان بتاعه. انا بحس ان هو اصلا مش فاهم انا ليه زعقت، بس هو عارف ان انا بحبه، بس هو مش عايزني ازعل. فاهمين؟ وانا بقيت بحاول دلوقتي، يعني كل مره بحس فيها ان انا هزعق باخد نفس، بحاول امشي ابعد بعيد عنه، امشي خالص، او حتى اقول جمله كده اللي هو طب خلاص عشان ماما متضايقه دلوقتي، او طب شويه ده هنلعب مع بعض، حاضر هعملك اللي انت عايزه. وبعد كده ارجع له بهدوء واكلمه واقول له معلش انت ما كنتش فاهم، بس انا كان ورايا حاجه بعملها دلوقتي. انا عارفه ان هو مش فاهم كل حاجه انا بقولها، بس بعوده ان احنا نتكلم، وانا كمان بعود نفسي. برضو مش دايما بنجح بصراحه، بس بحاول. وعلى فكرة احنا محتاجين نرحم نفسنا شوية، يعني احنا مش روبوت، احنا بشر بنحبهم جدا ومن كتر حبنا ليهم هو ده اللي بيوجعنا لما نغلط معاهم. في امهات كتير دلوقتي حاسين بالذنب من حاجة حصلت مثلا الصبح، بس احب اقول لكم انتي مش لوحدك، انتي ام جميلة وعظيمة، وابنك بيحبك جدا حتى لو تعصبتي عليه. بس حاولي تحضنيه حتى لو بعديها، حاولي تتكلمي معاه، حاولي تديله الامان مرة كمان. وانا بفكر نفسي ان التربية مش بس اكل ونوم ورعاية وتنظيف، دي رحلة فيها تعب ومشاعر وشوية لخبطة وغلط وبنصلح. بس اهم حاجة نفضل نحاول نهدى قبل ما نزعق ونحب اكتر ما نوجع، علشان هما صغيرين بس قلبهم كبير قوي. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا بالفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو، واستنوا فيه سلسلة جاية كتير قوي عن نفس المواضيع. شكرا جدا.